اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضرب في المليان. وزي ما اتفقنا قبل كده حلقاتنا مش بس رياضة، هيكون فيها حلقات فنية سخنة، لان ده برضو من ضمن تخصصي. علشان كده وصل بينا الحال ان ممثلة علشان تطلع ترند ممكن تهين نفسها بالطريقة اللي هتشوفوه معايا في الفيديو اللي جاي. نشوف الفيديو علشان هنرجع نرد عليها ونقول حكايتها ايه. ساعتها انا اللي هديك اكسس سكر حلوة الدنيا سكر. طب عادي يا عم. والله لو دختي ووقعتي هطلعك ترند النهارده. اديني بقى. طب ايه رايك بقى؟ حلو ده. هات يا امي. انا مش قادر اضحك. تعالى هات يا امي استنى. لا لا مش هعرف اقوم. تعالى تعالى يا امي. يلا يلا. استنى. بس اصلا انتوا مش عارفين ان الفستان داخل في الكعب. ما انا عارف. تمام. عايز واحد تاني ولا؟ يلا بقى عشان تاني؟ انا عايز، بس انا عايز بالراحه وقعة بقى. بس واقعية. مش هنمشي الفستان عشان ما يخشش في الكعب بس. كفايه يا شو. كفايه ممكن عشان احنا زي بيزعل ان احنا طالعين عليك. كمان كفايه كفايه يا حبيبي. دي ممثلة اسمها هند عاكف، تعرفها او ما تعرفهاش يعني لها كل الاحترام. علشان تخش مهرجان القاهرة السينمائي ما كانش اصلا اتقدم ليها دعوة، لكن راحت وعملت خناقة ودخلت. وبالمناسبة مش المرة دي، ده تاني يوم تروح او تالت يوم تروح. اول مرة راحت وطلت علينا بالفستان اللي ظاهر قدام حضراتكم في الشاشة، يعني فستان غريب ما تفهمش ايه علاقته، بتحاول تطلع بيه ترند. طلعتش ترند، فريحت جابت فستان تاني في يوم تاني، وحصل اللي حضراتكم شفتوه في الفيديو. يعني واضح ان الوقعة مصطنعة. يعني انت ممثلة ازاي يا حاجة؟ يعني انت عايزة تقنعينا انك ممثلة ازاي؟ يعني ازاي؟ يعني كلنا شفنا ان الوقعة لما الصحفي قال لها لو ضختي ووقعتي هطلعك ترند النهاردة، فمثلت انها وقعت. فيعني ليه؟ ليه يعني كفاية المشاكل وطلعت بس مباشر. وازاي ما يبعتوليش دعوة، وبتقولي ازاي ما قدموش ليا دعوة ودعوني على المهرجان عشان تعملي اللي حضرتك عملتيه من شوية ده. يعني السنة اللي فاتت طلعت في فستان غريب، السنة دي طالعة بفستان أغرب. ما طلعتيش ترند زي السنة اللي فاتت اللي بسببه اتمنعت انك تخش المهرجان، فقررتي تقعي وتمثلي انك وقعتي عشان بس الصحفي قالك هتطلعي ترند يا أستاذة هند عاكف. يعني هنلاقوها منين ولا منين؟ هنلاقوها بالممثلين اللي رايحين مش لابسين خالص، ولما نلاقوا حد كان رايح بلبس كويس يعمل حاجة برضو عشان الناس تطلع تتكلم عليه. حيرتونا معاكم. هو احنا نرتاح من مهرجان الجونة يطلع لنا من مهرجان القاهرة السينمائي اللي احنا مش عارفين افلام ايه اللي بتتعرض جوه ولا اي احداث فنية جوه؟ المهرجانات اتحولت دلوقتي لحاجتين: ناس داخلة وهي لا مؤاخذة اللبس على قده خالص. يعني والله دي الحقيقة، اللبس مفيش، يعني اللبس ما علينا ما علينا. والجزء التاني التكريمات. لكن اي اخبار اي حاجة نقد الفيلم مدح الفيلم مفيش بلح. هو بس اللقطات، وبناء عليه الاستاذ حسين فهمي طلع قبل المهرجان وقال هنلتزم بالدريس كود ومعايير معينة لللبس، لكن فتحوها على البحر، لا دريس كود ولا غيره. مليطة يا معلم، مليطة بمعنى الكلمة يعني. فعشان كده والله بقالي كذا يوم محتار اتكلم عليها ولا ما ينفعش. فلو كنت اتكلمت كنت هضطر اجيب الفساتين اللي معرية اكتر من مدارية، فقلت على ايه بقى يعني فكنا من الموضوع ده. لكن الاستاذة هند عاكف استفزتني الصراحة بالوقعة الفيك يعني. عشان كده كنت معاكم، فيا ريت بقى تدعمونا بلايك وباشتراك في القناة وفعلوا الجرس علشان دايما يوصل لحضراتكم كل جديد. وادعوا لهم، ادعوا لهم وادعوا لنا بالهداية، وان شاء الله اشوفكم على خير في حلقة جديدة. تحياتي لحضراتكم.